يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. احتسبتك عند الله يا عم، احتسبتك عند الله يا عم. هذه الأم المكلومة لم تتوقف عن البكاء والنحيب على ابنها منذ شهر. الدموع لم تجف والذكرى ساخنة لم تفلح الأيام في تجميدها. راح عمرو العسوي بجسده وبقيت ابتسامته. رحل ولكن لم يذهب بعد صوت ضحكاته وهمس كلامه ونسيم ترتيله للقرآن. أم الشهيد تبحث عنه كل دقيقة، تناديه فلا يجيب، تصرخ وتدعو فيبتسم في صمت. ألا تسمعيني؟ أنا هنا في الجنة. صلى العصر وصلى الظهر وقاعدين، فبقول له يا حبيبي تعالى كل. قال لي ماشي يا امي. قلت له ما تنزلش يا ابني. قال لي يا امي لو انت هتقولي ما تنزلش وكل ام هتقول ما تنزلش هيجوا ياخدوا الحريم ويبهدلوكم. في واحده صوتت وقالت في بنت من عندنا خطفوها البلطجيه والحقونا هيغتصبوا بنتي. فطبعا عمرو خد الشباب اللي معاه وراح طالع بيهم جاري مسرعين عشان يشوفوا القصه دي. فخد اخواته كلهم وراح نازل. اتصلت يا عم، قال لي ما ينفعش اجيلك يا امي، شويه كده اصبري عليا لما نشوف الضرب النار شغال عليكم هنا والحريم كلها هتضيع وكل الحته هنا هتضيع. الشباب اللي كانوا عاملين اللجنه الشعبيه كانوا عاملين عند كوبري غمره محمد عيسى، وكان عمرو عيسى، وكان زميله عمرو السيد، وكان مجموعه من شباب العزبه عاملين لجنه شعبيه بره زي ما كانت اي منطقه بتعمل لجنه شعبيه. شويه وببص لقيتهم هو وواحد زميله تاني اسمه عمرو السيد، الاثنين وقعوا في وقت واحد والاثنين ضربات في مكان واحد. في ستر ربنا لقينا توك توك، يعني ربنا اللي بعته شلناه هو وعمرو محمد السيد، الاثنين وقعوا جنب بعض، شلناهم ووديناهم المستشفى السيد جلال. قعد يجي 3 ايام في غيبوبه، وبعد الغيبوبه كل شويه يقولوا ده خف خف خف، ما خفش جاش. فوجئت قالوا ده عمرو مات عمرو مات ياما، وكانوا مخبيين عني كلهم ان هو مات وهو اسلام مضروب ميت. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي. إذا كان الصبر جبلا صامدا في الأراضين السبع لاهتز مرتبكا من صبر هذه الأم. كم تمنت أن ترى ابنها نجما ساطعا أو لاعبا مشهورا أو حتى مسطورا، لكنه يتنفس من حولها لتفرح به يوم عرسه. وكيف لا تفرح، فقد استعد للزواج واشترى البدلة السوداء، وهي أعدت له شقة السعادة بنفسها. وبقيت أيام وتنطلق الزغاريد، لكن رصاصات القناصة انطلقت قبلها بأيام. مشاء القدر لا فرق ولا دخل، بدلته معايا هنا جايبها، وكل فرشه عندي هنا جايب حاجته كلها. الظلم يرضي ربنا مين يا ولاد؟ انا كرهت اليوم ده، اللي خد مني عمرو. هو حبيبي العقل، إن كان عنده عيال زينا ولاده يموتوا قدامه وهو يموت في ميدان عام، زي ما ضيع كل ام كده بابنها. انت مش عارف عمرو كان بالنسبه لي ايه. عمرو لم يكن لاعبا معروفا، ولأنه كذلك لم يلقى تكريما لائقا. ليس أبو تريكة بالتأكيد أو شيكابالا، ليس بركات أو عمرو زكي أو زيدان، ليس ميدو أو الحضري، لم يمر بالأهلي أو الزمالك. والحقيقة إن مسؤولي اتحاد الكرة أبدوا تعاطفا ملحوظا. أتدرون ماذا فعلوا؟ مصمصوا شفايفهم وقالوا البقاء لله. بعض الناس من برضه الماسكين اتحاد الكرة هناك في مجلس الإدارة تجاهلوا الموقف، فالكابتن ناصر طالع من هناك حزين وما كانش متصور انه هيبقى ده رد الفعل بتاع اتحاد الكرة. لو كان زيدان، لو كان ابو تريكة، كان ايه وضع الكورة؟ السيرة العاطرة لا ترحل أبدا، والذكرى الطيبة مصيرها البقاء مهما طال الغياب. هو كان شاب كويس ومحترم بدون مجاملة، مش محتاج عشان اخواته او حد او الجيرة، هو في طبيعته كان شاب محترم. عمرو ده شيء لوحده كده في البيت كله، يعني طيابة، إيمانه بيصلي، عارف ربنا، رياضي، كان بيجي في رمضان برضه يلعب معانا كورة. الله يرحمه، يعني ما فيش واحد شفته في كمية الاحترام والأدب والأخلاق زيه. عمرو كان راجل محترم الله يرحمه، كان راجل شاب كويس وشاب يعني احسن شاب كان عندنا في الحته، ولا ليهم عداوه باي حد،
ولا ليهم يعني اي حاجه وحشه بينهم وبين اي حد. وانا اخوه وصاحبه، هتسال اي حد حتى هيقول لك ما لهمش عداوه باي حد. اذا كان عمرو عيسوي ده لاعب كوره راجل محترم، واذا كان عمرو اخويا راجل برضه شغال في شركه برضه خاصه من الشغل للبيت، ما لهمش في اي حاجه، وربنا هو اللي عالم بالكلام ده. لازم اطلع زي عمي لعيب كوره فصيل الدم، وان شاء الله اطلع زيه بصلي وعارف ربنا كويس. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.